نائب رئيس الوزراء يشدد على ضرورة بناء شرطة قوية بشرق إفريقيا توازي موقعها الاستراتيجية. نائب مدير عام صندوق النقد الدولي يشيد بنتائج الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة إخبارية تأتيكم من قناة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي. شدد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي السيد تمسكن طورنا على ضرورة بناء قوات شرطة قوية في منطقة شرق إفريقيا توازي موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وجاء ذلك خلال كلمته في حفل افتتاح الدورة الخامسة للبطولة الرياضية للدول الأعضاء في منظمة تعاون رؤساء شرطة شرق إفريقيا، والتي أقيمت في استاديوم أبابا بكلا بمناسبة الذكرى 116 لتأسيس الشرطة الفيدرالية الإثيوبية. وأوضح تمسكن أن إثيوبيا التي تعد رمزا للسيادة والحرية في إفريقيا أسست أول قوات شرطة لها قبل 116 عاما، مما يعكس تاريخها العريق في دعم بناء المؤسسات الوطنية. وأشار إلى أن إثيوبيا ظلت دائمة دولا تدافع عن قضايا الأفارقة في المحافل الدولية، وساهمت في تأسيس العديد من مؤسسات العمل الإقليمي المشترك مع الدول الإفريقية الأخرى. وأضاف أن شعوب شرق إفريقيا تجمعها روابط تاريخية وثقافية ولغوية مشتركة، مؤكدا أن الشرطة الإثيوبية تعمل بتعاون وروح أخوية مع قوات الشرطة في دول الجوار. وأكد نائب رئيس الوزراء أن السلام والأمن والتنمية في إفريقيا لا يمكن تحقيقها دون وجود مؤسسات شرطة قوية وعصرية قادرة على التعامل مع التطورات العالمية مدعومة بالخبرة والتكنولوجيا الحديثة. عقد وفد إثيوبي رفيع المستوى يضم وزير المالية السيد أحمد شيدي ومحافظ البنك الوطني مامو مهرتو اجتماعا مع نائب مدير صندوق النقد الدولي ناجلا كالاريك. وناقش الاجتماع التقدم الملحوظ الذي أحرزته إثيوبيا في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، واستعرض نتائج بعثة المراجعة الثالثة لبرنامج صندوق النقد الدولي التي أجريت في إثيوبيا مطلع أبريل عام 2025. كما أعرب الوزير شيدي عن تقديره للدعم الفني والمالي الذي يقدمه الصندوق، مؤكدا أن هذا الدعم لعب دورا محوريا في دفع برنامج الإصلاح الاقتصادي الرامية إلى فتح الاقتصاد وتعزيز استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة. ومن جانبها أشاد كالاريك ببرنامج الإصلاحات القوية التي تنفذ الحكومة الإثيوبية وبالتقدم الذي تحقق في الوصول إلى الأهداف الاقتصادية الرئيسية رغم التحديات العالمية، مشيرا إلى تراجع معدلات التضخم والارتفاع الملحوظ في الصادرات وتعزيز تحصيل الإيرادات وتحسن مناخ الأعمال. كما أكد الجانبان التزامهما بمواصلة التعاون الوثيق بين إثيوبيا وصندوق النقد الدولي، مع تعهد الصندوق بمواصلة تقديم الدعم اللازم لتنفيذ خطة الإصلاحات بما يسهم في تسريع النمو وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد. التقى وزير المالية الإثيوبي السيد أحمد شيدي نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا إريك ماير
وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025. وتناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما أشاد ماير بمرونة الاقتصاد الإثيوبي في ظل التحديات العالمية، منوها إلى أن ذلك جاء بفضل الإدارة الاقتصادية السليمة والإصلاحات التي نفذتها الحكومة الإثيوبية. وحث الجانب الإثيوبي على مواصلة الزخم الإيجابي في تنفيذ برنامج الإصلاحات الجاري الذي يسهم في تحديث الاقتصاد وتنويعه. ومن جهته أكد أحمد شيدي التزام إثيوبيا بتعزيز شراكتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التجارة والاستثمار والاستقرار الإقليمي. قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية ناغوز أوكينغ أن إثيوبيا تعمل على استكمال المتطلبات الأساسية اللازمة التي سيسمح من خلالها بالحصول على موافقة العضوية في قمة منظمة التجارة العالمية التي ستعقد في ياوندة بالكاميرون العام المقبل. وفي رسالة نشرتها المديرة العامة على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت إنه على هامش الاجتماعات الرابعة التي نظمتها منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تم مناقشتها مع كبار صناع القرار في إثيوبيا وأوزبكستان القضايا التي من شأنها تمكنهما من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وذكرت أنه في الوقت الذي تعاني فيه التجارة العالمية من أزمة تعريفات جمركية، فإننا نعمل جنبا إلى جنب مع المجلس بشأن عضوية منظمة التجارة والنظام التجاري المتعدد الأطراف الذي يظهر مدى أهمية نظام التجارة المتعددة الأطراف. وأشارت أيضا إلى أن الحصول على الدعم الفني والقدرات من المنظمات المتعددة الأطراف والشركاء الآخرين يعد أحد القضايا الرئيسية التي من شأنها تسريع عملية العضوية. وأعربت المديرة العامة عن تقديرها للالتزام الذي أبداها الوفد الإثيوبي في هذا الصدد. تشارك إثيوبيا في القمة الثالثة للتعاون الاقتصادي الإفريقي الإيراني ومعرض إيران الدولي الذي يقام حاليا في طهران. ويركز المؤتمر بشكل رئيسي على تعزيز العلاقات الصناعية والتجارية والاستثمارية بين إيران والدول الإفريقية. ويشارك في المنتدى وفد برئاسة وزير الدولة للصناعة حسن معلن. وفي كلمته بهذه المناسبة أعرب الرئيس الإيراني مسعود بيزاكين عن استعداد بلاده لمشاركة تجربتها وخبراتها التكنولوجيا مع الدول الإفريقية فيما يتعلق بإنجازاتها في الصحة والتجارة والصناعة والزراعة. ومن المقرر أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين إيران والدول الإفريقية إلى 10 مليارات دولار العام المقبل. وأشارت وزيرة الخارجية إلى أن المؤتمر سيركز على الصناعات النفطية والدوائية والتعدينية بالإضافة إلى الزراعة والطاقة والتجارة والاستثمار. زار سفراء الدول المختلفة وممثلو الاتحاد الإفريقي منتزه جبال بالي الوطني الذي تم تسجيله في اليونسكو كثاني موارد طبيعية في إثيوبيا. ومن خلال الزيارة قال موادرين والك السفير البريطاني لدى إثيوبيا إن إثيوبيا دولة فريدة ولديها الكثير لتقدمه للعام.
وأشاد بالجهود الذي تقوم به الحكومة لتنمية القطاع، وقالوا إن المبادرة لديها القدرة على جعل البلاد وجهة مفضلة في العالم. وقالت الدكتورة ريتا بيسوناس ممثل الاتحاد الإفريقي واليونسكو في إثيوبيا إن موقع مكان يجب على العالم أجمع زيارته. وأضافت الممثلة أننا سنبذل قصارى جهدنا لدعم المواقع التراثية المسجلة في اليونسكو والتعريف بها للعالم. وقالت السفيرة الرومانية ممثلة الاتحاد الإفريقي جوليا باتيكا إن قطاع السياحة له أهمية حيوية لكل بلد، وأشارت إلى أن الإصلاحات الحكومية الجارية في مجال تطوير الممرات والسياحة دليل على الاهتمام الذي توليه الحكومة للقطاع. ومن ناحية أخرى قال نيبودي بيلوسي سفير جنوب إفريقيا لدى إثيوبيا وجيبوتي وممثلها لدى الاتحاد الإفريقي إنه بالإضافة إلى عضويتهما في مجموعة البريكس فإن إثيوبيا وجنوب إفريقيا لديهما أيضا السياحة كقطاع آخر لشراكتهما. مشاهدينا الكرام، قبل ختام النشرة نذكركم بأبرز ما جاء في الأخبار. نائب رئيس الوزراء يشدد على ضرورة بناء شرطة قوية بشرق إفريقيا توازي موقعها الاستراتيجي. نائب مدير عام صندوق النقد الدولي يشيد بنتائج الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا. متابعينا الكرام، إلى هنا تنتهي نشراتنا الإخبارية لهذه الساعة. نشكركم لحسن المتابعة. دمتم بأمان الله ورعايته.